النهارده يا حبايبي عملت معاكم بوريك تركي باللحمه المفرومه بخلطه كمان جميله كده وبتزود اللحمه. يا رب تعجبكم. خشوا وشوفوا الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. احلى بوريك تركي بطريقه بسيطه. خشوا الفيديو وشوفوا احنا عملنا ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده البوريك التركي باللحمه المفرومه. عامله له خلطه جميله قوي في الحشو. انا عامله هنا لحمه مفرومه طبعا مشوحه مع البصل ومع فلفل لو انت حابه الفلفل، ومعاها بزر بتاع جزر مبشور. وانا بحب اقطع بطاطس مكعبات صغننه كده ومحمراها في القلايه الهوائيه عشان ايه ما استعملش زيت كتير. دي الخلطه دي طبعا ملح وفلفل وبهار، الحاجات اللي انت بتحبيها حطيها. طبعا هنعملها كلها على بعضيها كده، جزر وفلفل واللحمه وبصل وشويه البطاطس اللي هم متحمرين الصغيرين مكعبات دي. للي حابب، مش حابه تحطي بطاطس ما تحطهاش، بس هي بتبقى طعمها جميل قوي في البوريك. طبعا كل حاجه انت حابه تحطيها. ممكن تحطي كمان شويه جبنه موزاريلا مبشوره، بس انا مش هحط جبنه جوه. احنا عاوزين بس طعم اللحمه مع البطاطس مع البصل مع الجزر مع الفلفل هي اللي تبان. وعامله هنا كوبايه لبن عليها بيضة وحط لها فلفل وملح مش اكتر من كده وقلبتهم. وطبعا معايا الجلاش اهو اللي هنعمله. هنبدأ بقى نحضر الجلاش ونحشيه. انا محضرة هنا معايا الصينية المربعة دي، حاطه لها حتة سمنة كده ومسيحاها علشان نحط فيها الجلاش مع على طول البوريك. نبدأ بقى نحضره كده يا حبايبي. هاخد كل 4 ورقات واحط لهم الحشو زي ما انتم شايفين كده علشان تبقى البوريكة مليانة. هبدأ بقى الفها. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي لفتها وهحطها بقى في الصينية المدهونة سمنة او زيت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا بلفه اللور مدور وبرصه في الصينية المدهونة. هعمل بقى الكمية كلها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي طلعوا 5 لفات، كل لفة 4 ورقات. ده النص كيلو الجلاش. وهنا اللبن زي ما قلت لكم، الحليب حاطه له بيضة وشوية فلفل. انا عندي فلفل ابيض فحطيت فلفل ابيض. هنسقيه بقى بالحليب كده. ممكن الحروف دي اللي انا تانياها لو انت مش حباها بالشكل ده ممكن تقطعيها بالسكينه وتاخديها تحمريها وتديها للعيال ياكلوها عادي، بس انا بحب اعملها كده يعني. هقطعه بقى وادخله الفرن. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا قطعته. لو حابه ترشي عليه سمسم او تحب تحطي عليه حبه البركه براحتك. انا مش هحط عليه حاجه خالص. هدخله على فرن حامي هتقعد حوالي ممكن من 20 دقيقه ل25 دقيقه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا طلعت البوريك من الفرن. ما شاء الله جميل ومستوي كويس واخد وش جميل. يا رب يعجبكم.